طيب العروض وخلصناها، الحين جايب لكم طريقة اللي بيسافر على الخطوط السعودية درجة رجال الأعمال بزنس كلاس على أي وجهة من الوجهات اللي تطلع عليها الخطوط السعودية. طبق الطريقة وراح تاخذ سعر لا يصدق على درجة رجال الأعمال يوصل إلى أقل من النص. خلينا ناخذ مثال على رحلات أمريكا، بالتحديد ولاية نيويورك الأمريكية. ندخل على أبليكيشن خطوط السعودية، ادخل معي الآن وشوف. نحط من الرياض إلى نيويورك، نحط تاريخ افتراضي من تاريخ 10 ماي إلى 20 ماي، ونحط درجة رجال الأعمال شخص واحد بالغ، ونقول بسم الله ونبحث. السعر لا يقل عن 21,000 ريال للذهاب والعودة لدرجة رجال الأعمال زي ما انتم شايفين. 21,400 هذا أقل سعر موجود على الخطوط السعودية. والآن راح أوريك كيف تقدر تنزل السعر. إذا طبقت نفس الطريقة راح ينزل السعر أكثر من 50%. طبعا كل اللي عليك بس تغير المطار من مطار الرياض إلى مطار الإسكندرية في القاهرة. نحط الكود حق مطار الإسكندرية، طبعا كل التواريخ نفسها والوجهة نفسها نيويورك في أمريكا، ونفس الدرجة درجة رجال الأعمال، ونقول بسم الله ونبحث. يعني الإقلاع بدل ما يكون من الرياض راح يكون من مطار اسكندرية، راح ينزل السعر من 12,400 ريال إلى فقط 8,800 ريال. يعني وفرت في التذكرة 12,600 ريال. لا أحد يقول لي شلون نطلع اسكندرية. خذ لك تذكرة ون واي من المدينة اللي أنت فيها، سواء مطار الدمام أو الرياض أو جدة أو أي مدينة، إلى مطار اسكندرية. استمتع في اسكندرية يوم أو يومين، واطلع من مطار اسكندرية إلى الرياض. بعدها من الرياض رحلة مباشرة إلى نيويورك. في العودة راح ترجع رحلة مباشرة من مطار نيويورك إلى الرياض. كذا أنت وفرت في التذكرة 12,600 ريال. طبق على جميع الوجهات اللي تطلع على الخطوط السعودية من مطار اسكندرية، راح ينزل السعر بشكل قوي جدا.